السلام فريدات، عمركم شفتوا واحد خرج من الحبس وبالصدفه ولا استاذ وتشيتيز داير به؟ عيشوا معايا الفيلم ويلا بينا. كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد خونا سميتو مولر مشدود حيت شفر شي فلوس، وفي ديك المده اللي كان محبوس كان كيكمل قرايته في الحبس، لكن للاسف جات الاستاذه ديالهم وقالت ليه كلشي نجح حتى لك انت يا الزرق. المهم جا نهار العفو وخرج خونا مولر يعانق الحريه، مشى نيشان قصد ختنا تشارلي عشيرتو اللي خلى عندها الفلوس اللي شفرها قبل ما يتشد، وقالت ليه راني دفنتها في واحد القنش وعلمتها بالجي بي اس، يلا معايا نوريك. وملي مشاو لقاها مسخوطه دافناه في واحد الارض تبنات في الوقت اللي كان هو مشدود، وبناو فوقها مدرسه. المهم بقى تابع الاشاره ديال الجي بي اس، لقى الفلوس مدفونه تحت القاعه ديال الالعاب اللي في ديك المدرسه، ورجع عند عشيرته تشارلي وقال لها ضروري خاصني نلقى شي خدمه في ديك المدرسه، ومره نسلت نمشي نحفر على الفلوس باش ما يجروش معاه الزين. ونهار الثاني خونا مولر مشى للمدرسه، ما وقفش تريب كاع البيكالات اللي واقفين تما، دخل تلاقى مع واحد الاستاذه سميتها اليزابيث، وباينه مهربين ولاد التلاميذ. سولها على المكتب ديال المديره وقالت ليه راه فين كاين، مشى جلس مع الناس اللي جايه دوز حتى هي وخشى راسو معاهم. المهم خونا ما كرهش غير سيكيريتي ولا جارديني، المهم يكون قريب للفلوس ديالو. واحد شويه دخلت واحد الاستاذه سميتها ميس وهي كاعيه وكتغوت، وجا كاع عامر بالمداد، وقالت للمديره هذا القسم ديال السانكيام اللي كنقري غادي يقتلوني شي نهار. وملي شاف مولر باللي الناس اللي جايين باغيين يخدموا كثار وشاف فرصته ضعيفه قدامهم، ناض خدم لهم الانذار ديال الارهاب، خلى كل شيء ناض علق، بقى غير هو وواحد التلميذ كيقرا تما. وملي خرجت المديره تشوف ديك الروينه، خونا مولر زرب على الساط اللي معاه وقال لها هاد خونا هو اللي ورك على الانذار. الساعه خونا بغى ينكر هو يخرج فيه مولر عينيه، وهي تقول لي المديره سير جيبوا لي امرك عفا ولدي. خونا مولر طلع مريقل. المهم المديره قالت ليه ملي كاع الناس اللي باغيين يخدموا هربوا وبقيتي غير انت اجي دخل نشوفوا معاه. هما اللي جلس وقالت ليه بلي حتى واحد ما بقى باغي يخدم مؤقت، كلشي ولا باغي مرسمه. واش تقدر تخدم انت في بلاصه هذا الاستاذ اللي مات مؤخرا بسكته قلبيه؟ قال لها نخدم فاش ما كان. خونا كان جاي باغي يخدم غير سيكيوريتي، استخدم استاذ. وقالت ليه المديره نهار يجي يقري واما الدوسي ديالو من بعد ويدوزوا له للمكتب. خونا داكشي اللي كان باغي حيت ما عنده لا ورقه لا جوج، حتى الباك ما عندوش، جاي باغا سنطيحه. وملي تم خارج واحد البعلوك ما خلاش يخرج وسد عليه الباب، هو يدخل فيه خونا مولر تلاحو. المهم البعالك في ديك المدرسه داصرين بزاف وكيطيروا. هو غادي لقى الاستاذه اليزابيث اللي سولها في الدخله كتقول واحد خونا حيد الكارو من يدك راه مدرسه هاد. خونا ما تسوقاش وبقى يخزز، هو يشوف مولر داك الديكور وجا لي حيد ليه الكارو طفى ليه فيدو. المهم سولها على المنهج الدراسي وقالت ليه دوز عندي للدار ونفهمك. المهم اتفقوا باش يتلاقاو في دارها، وملي مشى عندها خلاتها ناضت الكوزينه ودار لها منوين في الكاس ديالها. وملي ختنا شربت الكاس نعسات. خونا كان همو غير الشهاده ديالها، شعل بيسي وبغى امبريمي الشهاده. الساعه عكست ليه، هو يدير لها نسخ في الكلي يو اس بي اللي كانت عنده وخرج في حاله. ونهار الثاني مشى خونا مولر للمدرسه، وكان عنده اول نهار غيقري فيه في ديك المدرسه اللي مدفون تحت رزقه. مع طلع لقى ديك الاستاذه ميس ديال السانكيام واقفه في الشرجم وبغات تنتحر. قهروها التلاميذ ديالها مسخيط الوالدين، وهي تقول لي وياك تقرب العين، هو يقول لها يلاه غبيني لينا وتلاحي نشوف. وهي تنقز، هو يمشي يطلع عليها وقال لها هذا راه غطاش الثاني بنت عمي نوضي على سلامتك. ولكن اليزابيث بغات تساعدها وهي تقول لها ميس غير قجيني نموت احسن ما نبقى في هذه المدرسه، شي نهار غير كبني شي مرض. هو يقول مولر للناس اللي مجمعين عليها فرتكوا الجماعه كل يمشي في حاله ولا غنزل نفرتك لكم الشمل. المهم جاو صحاب الاسعاف وتلاقات معهم المديره وشافتهم غاديين بها وقالت لها ما بغاش يصدق لك هذا الانتحار عاوتاني، حاولي تجربي تلقاي لشرموك. المهم مشات المديره ودارت لهم اجتماع وقالت لهم باللي الاستاذه ميس دابا في السبيطار، شكون فيكم غيتطوع ويقرر القسم ديالها. ومع داك القسم فيه غير المشاغبين والكسالى واغلبيتهم مكرين عامين، حتى واحد ما بغى يقريه. وهي تنقز اليزابيث وقالت لهم انا مستعده نقري. وفي ديك المدرسه بين باللي التلاميذ مزريهم خونا مولر كيخول ليه الطريق، ولكن اليزابيث ما كيتزوقوش لها. المهم مشات اليزابيث تقرر القسم ديال ميس اللي كانت بغات تنتحر. مع دخلت حتى واحد ما مسوقه، خوتنا خالقين ضحك واخا هضرت معاهم ما جاوبوهاش. مشات هزت الطباشير باش تكتب في السبوره لصق لها في يدها، كانوا دايرين لها فيه اللصقه. مشات باش تغسل تفرقع على الروبين كانوا حالين ولا. المهم العذاب وقفت الماء ومشات هزت الفوطه باش تمسح وجهها، لقاتهم دايرين لها فيها المداد وجا رجع كاع مطبع. وهي تعلق وهربت من القسم خافت لا يصدقوا قاتلين مساخيط. ومشات للقاعه ديال الاساتذه اللي كيشربوا فيها اتاي عندنا هنا، وقالت لهم عافاكم شي حد يعاونني في هذا القسم ديال السينكيام، راه اول نهار قهروني. وهي تجي المديره وقالت لها لما عندكش القدره باش تسيطري عليهم قدمي الاستقاله ديالك بنت عمي. المهم ختنا اليزابيث مشات للدار مع صاحبتها وبقات تعطيها البكا، وصاحبتها ماير خدمت البيسي ديال اليزابيث باش تامبريمي شي لعيبات، ولكن خرجت الورقه ديال الشهاده اللي عكسات لخونا مولر. نهار جا عدى للدار وشرب المنوم، وهي تعرف اليزابيث باللي الوقت اللي طبعت فيه ديك الورقه هو الوقت اللي كان فيه خونا مولر معاها في الدار. وفي ديك الليله ختنا اليزابيث مشات للمدرسه
وبدات كتقلب في الوراق ديال خونا مولر باش تعرف السبب علاش دار فوتوكوبي الشهاده ديالها. وفي نفس الوقت خونا مولر حتى هو كان تما كيقلب على بلاصه فلوسه وحس باللي كاين الغاشي شي حد معاه. المهم بقى يقلب تلقاه مخبيه في المسرح ديال المدرسه وهي تقول ليه يا والله تنفضحك يا نصاب يا الشفار، ما عندك لا ورقه لا جوج وخدام معانا هنا غاب الفوتوكوبي ديال الشهاده ديالي. هو يقول لها سترينا يا حمباك واللي بغيتي نديرها معاه. وهي تقول ليه لا بغيتي نسترك نتبادلوا، انت قرر القسم ديالي وانا نقرر القسم ديالك مؤقتا. داكشي اللي كان مشاو عند المدير وتفاهموا ووافقت لهم. المهم نهار الاخر خونا مولر مشى يقرر يسحب السينكيام اللي مجموع فيه غير الاوباش، مع دخل سولهم على ورقه الغياب وهما يقولوا ليه شوف الخزانه مع حلات خوات عليه شي حاجه بحال اللصقه. او يمشي يجلس في الكرسي بغى ينوض لصق كانوا دايرين ليه اللصقه، او يكعق ومشى دخل طوموبيلته غير ذماره او يتفرق عليه الريش خرج مريش كي شي دجاجه. وهي تقول لي المديره في البوق ديال لاكاب فين غادي رجع راه مازال ما سلاش النهار. هو يطلع عندها وقال لها واش ممكن نمشي نبدل غير حوايجه في الدار ونجي. وملي عطاه بدارو تم غادي ضربت على جهه ترماحته كاع مقطعه. وهي تقول ليه غا سير ودي سير. المهم في ديك الايام كان مولر كل ليله كيجي يحفر يدير ضريبات خفاف ومع الصباح يدخل يقري بحال ما كاين والو. ومع داك العذاب اللي داروا ليه البعالك في القسم ولا كيجي معاه واحد السلاح انفور مخبيه في الشكاره. وهذا السلاح ماشي حقيقي وانما دوك السلاحات اللي كيطلقوا في فقاعات ملونه ولكن كيوعتوا شويه. المهم خونا مولر في داك النهار جا دخل القسم وما لقاش التلاميذ كاملين، مشى طلب من شرجم لقاهم عاطينا للكران في الساحه. او يمشي يجبد الحبهم داك السلاح. او يقول لهم طلعوا راه الحصه بدات لكن ما تسوقوش ليه. هو يبدا يشيري عليهم واحد جوج هربوا ساعه قبسهم. المهم طبعهم كاملين. وملي طلعوا القسم قال لهم ما باغي منكم والو، باغيكم تعطيوني غير السكاتش تتسالي الحصه. وفي الليل خونا مولر كيمشي يكمل الحفير باش يوصل لفلوسه. وواحد النهار خونا اللي كيبات عنده مولر جرى عليه وخونا مولر مشى بات في بيت الخزين ديال دار اليزابيث وصحيبتها وحسوا به وهبطوا يشوفوا وبداو يضربوا اي حاجه لقاوها قدامهم تلقاوه مخبي. وقالوا لي اجي طلع تعشى معانا. وقالت لي اليزابيث هاد النهار غتبات هنا وغدا قلب على راسك. وملي صباح الصباح خونا مولر بقى يطلب فيها باش تخلي غير جوج سيمانات بين ما لقى الكرا ولكن ما بغاتش. شويه وقفوا عليهم جوج بنات كيقراو عند مولر وبين كيخافوا منه. وملي شافت اليزابيث كيفاش التلاميذ كيتعاملوا مع مولر جاتها فكره وقالت لي شوف قريهم لي غير مزيان وربيهم ما يبقاوش قباح معايا ومرحبا بك نعطيك جوج سيمانات تجلس معانا. هو يوافق وعطاتو بيت خزين يجلس فيه وجابت لي الدواسه ديال التلاميذ اللي عنده باش يقراهم. المهم خونا مولر بدا يتعامل مع التلاميذ ديالو بطريقه في شكل. واحد النهار كان عندهم تمارين ديال السباحه واللي ما بغاش يتلاح كيهزو صح يشير بيه في لابيسي. واحد شويه جوج من التلاميذ ديالو بداو مضاربين مشى يفكهم واحد فيهم ضرب مولر بالغلط. هو يشدو مولر وشير بحبو في لابيسين وبقى كيغرق فيه تشربوا مويه. ونهار الاخر عرضت عليه اليزابيث وخرجوا وهي تقول لي حاول تتعامل مع التلاميذ بطريقه زوينه باش تقدر تصاحب معاهم وتحسن السلوك ديالهم. المهم ولا كيمشي بالليل يحفر وكيخدم في ودني محاضرات تعليميه باش يتعامل مع البعال وسمع باللي التمارين والانشطه تقدر تعاونوا باش يصلحهم. ونهار الاخر مشى للمدرسه وجمع التلاميذ وقال لهم غنديروا مسرحيه. الساعه بداو في الحوار وهما ينوضوها بيناتهم وهي تفشي الفكره وعرف مولر باللي خوتنا ماشي ديال الانشطه غا ديال اللاصه، خصوصا ملي نقز واحد خونا وقال ليه حنا بغينا الصحيحه عمي بغينا الفلوس لا كان شي حشيش نبيعوه ولا شي بنك نضربوها. المهم عرف باللي ما فيهم فايده خلاهم وبالليل مشي يكمل الحفير ولقى واحد الطارو صغير حلو لقى فيه غير شي ورا ورشقت ليه ومشي يتسرقل في المدرسه بالليل. توصل القسم ديالو اللي كيقري فيه ونعس. فاق الصباح لقى التلاميذ عنده داروا ليه الماكياج وعكروا ليه. الساعه اليزابيث عاوناته ورجع للدار غسل حالته. وملي رجع للمدرسه عيطت ليه المديره وقالت لي اشهد الحاله ما كاين غير السوات اشهد النقاب. هو يقول لها ما تخمميش غندير لهم رحله مدرسيه غيرجعوا ناضين. واول بلاصه داو لها هي عند واحد خونا من عائلته قاتلوا الادمان وقال لهم شوفوا صحاب الادمان حالتهم كي دايره وكيفاش كيعيشوا قدام لواحد الدار باش يوريهم الناس اللي عايشين البطاله حياتهم كيفاش دايره. وملي سالت الرحله التلاميذ عنده تبدلت نظرتهم للحياه ورجعوا باغيين يقراو وحتى الانشطه المسرحيه ولاو كيديروها على اكمل وجه. المهم ملي شافوا مولر ولاو باغيين يقراو بدا يعاونهم باش المستوى ديالهم يطلع واخا هو زرق. المهم كل ليله كيمشي يكمل الحفير ديالو حيت الهم ديالو يوصل لفلوس. ونهار الاخر جات الاستاذه ماير صاحبه اليزابيث وقالت لهم باللي تصويت الطلبه خرج وباللي هي اللي ربحت احسن معلمه وباللي مولر ربح اظرف معلم. المهم خونا مولر بقى يخور في نيفو وكيتعجب ما فهم والو. ونهار الاخر مشات اليزابيث للمدرسه ولاحظت باللي التلاميذ ولاو كيتعاملوا معها زوين وكيحترموها وهي تفرح حيت داكشي اللي كانت باغا. نهار الاخر جات اللجنه ديال المراقبه واليزابيث هي اللي قررت القسم ديال السينكيام في داك النهار في بلاصه مولر. واللجنه عجبها الحال ملي شافت داك القسم طور المستوى ديالو وداكشي كان بفضل مولر. وجات المديره وقالت لاليزابيث ما عندي من نتسالك. وملي رجعت اليزابيث للدار تلاقات مع مولر وقال لها راني قربت نودعكم. ومشى بالليل يكمل الحفير وشاف الجي بي اس لقى راسو وصل النقطه بالضبط ولقى الفلوس ديالو فرح بزاف وبدا يبكي حيت فكر باللي غيسمح في المدرسه واليزابيث وغيمشي بقى فيه الحال حيت ربى على الكبده. ولكن قرر باش يكمل معاهم العام تينجحهم ويمشي في حاله. وفي ديك الساعه
وهو في الحفره دخلت اليزابيث لقاعه الالعاب واكتشفت الحفره وهبطت منها، وسمعت مولر هضر مع عشيرته تشارلي اللي كانت دافنه الفلوس ملي كان في الحبس، وسمعت اليزابيث كاع الهضره اللي دارت بيناتهم في التليفون، وعرفت القصه كامله باللي مولر غير شفار وكان في الحبس بسبب شي فلوس سرقها من البنك، وهي تقول لي كنتي غير مستغني باش توصل للفلوس ديالك، ولواتها مع بواحد المسمنه وقالت لي اخر مره نشوفك في داري يلا الباب الحباب. المهم مشى سكن مع عشيرته تشارلي، ونهار الاخر مشات اليزابيث للمدرسه كاعيه، وكان داك النهار فيه الامتحان النهائي، وهي كدوز لهم الامتحان جاتها بريه من خونا مولر وقال لها باللي لقيت الفلوس مده هذه وما قدرش نمشي من المدرسه حيت ما بغيتش نسمح فيك وفي التلاميذ ديالك، وقال لها باللي غيخلي لها نص الفلوس باش تامن المستقبل ديالها وديال ختها. وملي شافت اليزابيث ديك الرساله خرجت تقلب عليه، وقالت للمديره تقابل التلاميذ ديالها في الامتحان حتى ترجع عندها شي شغل مهم. وملي مشات المديره لقاتهم ساكتين وكل واحد مقابل ورقته ما فهمت والو. مشيو عند خونا مولر اللي حسب حياته ضاعت، ومشى مع واحد خونا يضربوا شي بنك اخرى، ولكن اليزابيث عيطت ليه في اخر لحظه وقالت ليه بلي التلاميذ ديالها كيحبوه كيف ما هي كتبغيه، او يخلي خونا في الطوموبيل ونزل مشى عندها ودار فيها هارب من البوليس وركب مينوط في يديه وشد في يده واحد الباليزه. وملي شافت اليزابيث داك المينوط بدات كتبكي وقالت ليه بلي هي السبب، وخدات ديك الباليزه وطلعت تجري باش تخبيها. الساعه طاحت في الدروج وتحلت ديك الباليزه ولقات فيها دعوه كاتبها مولر ليها ومعها لبسه باش تحضر حفل المدرسه النهائي. وملي وصلوا المدرسه شافتهم المديره وقالت لهم طلعوا عندي باغاكم، وقالت لها باللي كاع التلاميذ جابوا نقاط مزيانه وهذا الشيء اول مره يطرى في المدرسه ديالها، وقالت لهم باللي مولر هو اللي كان السبب في هذا الشيء وبسببه المدرسه غتكون من بين 10 الاوائل هذا العام. الساعه خونا مولر صراحه وقال لها باللي ما عندوش شلباك، كان داخل معهم غير سنطيحه، وقال لها ما كرهتش نكمل معاكم ولكن للاسف ما عنديش اجازه. الساعه المدير لصقت عليه وقالت ليه انا نعطيك الشهاده سيدي مؤقته تبقى خدام بها حتى تشد الاجازه ديالك. وفرح خونا مولر بزاف وقال اليزابيث يلا نكملوا الحفله ديالنا. وهنا غيكون سال الفيلم ديالنا، ومازال كاين جوج اجزاء ديال هذا الفيلم، كاين الجزء الثاني والجزء الثالث. المهم الا بغيتوني نشروا لكم حاولوا اخوتي تدعموني، بارطاجيو الفيديو على الاقل في 3 المجموعات وخليو شي كومونتير زوين وشي قليه بحمر. كان معكم اخوكم عبدو، نشوفكم في فيديو جديد، تهلاو.